ازيكم يا احلى المشاهدين؟ اهلا بيكم في قناة ايجي تورينا. النهاردة هاخدكم في جولة مميزة جدا في مكان مختلف، عبارة عن ورشة تصنيع وترميم كل السفن والمراكب بكل انواعها زي ما هنشوف، وهنتقابل مع العاملين هنا واصحاب المكان. هنعمل معاهم مقابلة شخصية وهيشرحوا لنا كل حاجة عن المراكب وخطوات التصنيع وكل المعلومات هنا بالتفصيل. الفيديو ده هو اول فيديو يتعرض على اليوتيوب بالشرح اللي انتوا هتعرفوه والمعلومات اللي هتتعرض هنا، فاتمنى يكون الفيديو تستفادوا منه، وكمان اتمنى لكم مشاهدة ممتعة. ولو اول مرة بتشوفوا القناة هتلاقوا هنا فيديوهات عن اماكن سياحية واثرية في مصر كلها، فيديوهات انجليش وعربي. تقدروا تختاروا اي فيديو بكل سهولة من خلال البلاي ليست، او بتكتبوا اسم القناة في السيرش وجنبيها بتكتبوا اسم المكان اللي حابين تشوفوه. اسكندرية يعني البحر، والبحر يعني مراكب. تعالوا نتعرف على أهم طرق تصنيع المراكب ونتعرف على كل أنواعها. والحقيقة لقيت أفضل طريقة تخلينا نعرف عن المراكب دي نعرفها من أصحابها، عشان كده اتقابلت هنا مع أصحاب المكان ومع العاملين، وكلهم في منتهى الأخلاق، وزي ما بيقولوا كده اسكندرية أجدع ناس. تعالوا دلوقتي نتقابل مع عم شعبان وهو هيشرح لنا كل حاجة عن الوظيفة بتاعته. صباح الخير يا عم شعبان، ممكن حضرتك تكلمنا عن الوظيفة بتاعت حضرتك بالظبط؟ احنا بتوع دهانات، فأي حاجة موجودة في الدهانات احنا بنعملوها، كان شغل لاكيه زي ما حضرتك شايفة كده، أو شغل الأسطر العادي. تمام. عندنا دوت وبنعمله دوت وبنعمله دوت. تمام. وده شغل لسه خشب، لسه ما اتعملش فيه حاجه خالص، ده لسه غسيل ما اتعملش فيه اي حاجه. تمام. بالنسبه للشغل اللاكيه طبعا اول حاجه فيه التبطين بتاعه بيتسحب معجون، بيتسحب معجون كويس وبيتصفى معجونه وبياخد ماده اسمها بوليستر، وبيتصفى البوليستر بتاعه، بياخد ماده تانيه فوق منها تاني اللي هو الفيلر، وبعد كده بيدخل بقى في مرحله الترطيب وتجهيز على الترطيب بنكات. طيب بتاخد وقت؟ بياخد وقت قد ايه عشان ينشف؟ لا هو المواد بتاعتنا كلها تعتبر مواد شفافه، يعني بتنشف على طول، يعني ممكن دولاب زي دوت كده يومين او 3 ايام بالكتير يكون خالص. تمام. وزيه زي الموبيليا زي اللوستر دي حاجه زي كده برضو خالصه متجهزه على فينيشات. هنا بيركب مرايه، وده شغل اللوستر ده على لون برضو لسه ما اتشطبش. شغل جميل جدا. تسلم ايديكوا، تسلم ايديكوا. لا بجد عمل جميل جدا، ويعني حاجه رائعه يعني. ربنا يخليك يا فندم وتشرفنا بحضرتك. شكرا، سلام. دلوقتي عرفنا عن طريقه الدهانات من عم شعبان. تعالوا دلوقتي عشان نعرف تأسيس المركب بيكون ازاي. هناخد جولة بين المراكب ونشوف دلوقتي كل مركب الفرق ما بين الواحدة والتانية، وكل المراكب دي لسه بتتأسس. المركب دي عبارة عن كذا دور، بيحطوا الأول الألواح الخشبية، بيخلصوا الدور الأول وبعد كده بيطلعوا على الدور التاني باستخدام السلم الخشبي اللي احنا شايفينه ده، وبيبدأوا يثبتوا كل الألواح الخشبية مع بعضها. دي الواح الشاشه بتاعها من جوه، بعد كده لما بيلوحوا بره بيبداوا يخشوا جوه يجزأوا الغرف. دي لانشات سياحي، دي لانشات سياحيه، غرفه نوم وغرفه سفره ودور ريسبشن. دي بتبقى 3 ادوار. بيعملوا كذا دور. انواع المراكب السياحيه كتيره، في منها اللي بتستخدم كنايل كروز، دي بتضم عدد كبير جدا من الغرف وحجمها بيبقى كبير قوي، وبتبقى مبنية على كذا دور، ودي بتستخدم اكتر في الرحلات ما بين الأقصر وأسوان. كمان في اللانشات السياحية والمراكب واليخوتة، دي بتكون في المدن الساحلية زي اسكندرية والبحر الأحمر كله. وفي اسكندرية تقدروا تعملوا تريب باللانشات دي وتتفرجوا على أهم معالم اسكندرية زي مكان الفنار القديم وزي قلعة قايتباي والمكتبة وأبو العباس.
تقدروا تشوفوا كل الحاجات دي موجودة هنا في القناة. اللي قدامنا دي مراكب صيد عادية، وكمان في مركب حربي. من ايام الحربيه والكلام ده يعني ده مركب حرب دلوقتي لسه بتقعد الحديد ده مركب حرب ملوش كابينه فوق كده تحت فوق. الورش لكن الميكانيكا برضه سنين يعني. ده بقاله سنين؟ ده يخش له مثلا في 150 سنة. ياه، ما ينفعش يتجدد خلاص عمره الافتراضي خلاص. بص كده ده يعتبر اثري ده. كده يعتبر عشان بشوفك اللي هي فوق اللي هو القائد. بص منها بس المفروض ان هي معزولة على الرصاص. ده لسه بيتعمل؟ تعالى النجارة ذات نفسها. بصي بدل المسمار في الجنب 50 مسمار. فاهماني؟ هنا المسامير دي مش دق، فك وتركيب. فاهمة؟ بصي الكويلة الواحدة ممكن تلاقي فيها لا يقل عن 4 مسامير. فده معمول بتأمين عالي جدا جدا جدا، لأن ده بقول لك المركب ده بتاع المعلم فعامله خيالي. الورق دوت قرو. ده قرو. ننضف انواع الخشب ولا انواع الخشب. خشب برضه شجر، الخشب نضيف جدا. يعني ده واقف كده يعمل بتاع 60,000 جنيه. ولسه ما تشطبش نجارة أصلا. لسه عايز له مكنة دفع 50 مثلا تعملها بتاع 25,000 جنيه. يعني ده يوم ما يجي ينزل المايه يعمل له بتاع 100 110 دي برضه دي فوليكة بتاع ده انقاذ. تمام. حلو. في هنا بقى اوريكي. تعالى. والمراكب الكبيرة دي اللي هي السياحية مثلا بتسعى لكام فرد يعني؟ دي 3 ادوار ولسه فاضل لها دور. بتاخد كام فرد يعني؟ دي تاخد بتاع 200 فرد 300 فرد. فاهماني؟ ومراكب الانقاذ دي بتاخد كام فرد؟ أنهي مراكب انقاذ؟ دي مش مراكب انقاذ، دي مراكب صيد. كل ده مراكب صيد. لا دي الانقاذ دي تشيل مثلا اللي هي مثلا 72 فرد 80 فرد. بس طبعا ده عشان في الحمولة طبعا في وضع وحش فبتشيل اكتر من حمولتها. انما هي حمولتها الطبيعيه مثلا 50 نفر. 50 فرد. فاهم قصدي؟ كده. هنا بقى ده نوع الخشب دوت اللي هو هنا ده اللي حاطط في الضمان دوت الكشك دوت. من الناس هنا اللي ما بينزلش تصوير في اسكندريه لما يجوا له هو. يعني الفيلم بتاع مسلسل جعفر العمدة كان معمول هنا على المركب الحديد دي. مسلسل جعفر العمدة كان معمول فين؟ على المركب دي؟ بس قبل ما تتقفل اللي هو دوت. تمام. كان واحمد العوضي كان بيعمل فيلم عندنا هنا اسمه الاسكندراني لسه نازل في العرض برضه. هنا بالظبط كده. في الشاطئ بتاعنا هنا في الانفوشي. حلو. هنا في شاطئ الانفوشي. كان احمد العوضي وكان زينه وبيومي فؤاد ده لسه هيتعرضوا في رمضان. خلاص نزل العرض الاسكندراني. نزل. اتعمل عندنا. وفي عندنا احمد السقا بيعمل برضو تقريبا فيلم كان عندنا من قيمه يومين بيعرضنا على المكان اللي هيصور فيه. بيصور عندنا هنا في الانفوشي برضو وفي الماكس. كان في عربيات تصوير عند القلعه. 3/4 التصوير اللي بيتعمل هنا بيتعمل هنا على الشط عندنا. على الشط هنا. المنطقه دي من زمن في الانفوش. طبعا مشهوره بالتصوير. طبعا. لا هي بصراحه جميله جدا يعني. اروع مكان يعني ممكن الواحد يجي هنا. جعفر العمدة لما راح لبلال شامع على اساس ان هو يجيبه اول مره ودخل جنب المركب الحديد وامرك بالعربيه. كل الاكشن هنا. حلو جدا. يعني طبعا لما بيجي يحصل تصوير بنشوف كل الحاجات اللي في السكه دي. ده بيبقى طريق وكده يعني. حلو قوي. دي المفروض دي ان هي حاوية انقاذ اللي هي بتترمي من السفن الكبيره في اثناء الغرق. فاهماني؟ دي بتترمى في الميه وتشيل تنقص من العدد وتطلع والكلام ده. للانقاذ يعني. وده لانش صغير متشطب. اخو اللي واقف دوت بس متشطب.
طبعا بيتغطى بقى عشان المايه والشتاء والكلام ده. يعني لو حد عايز يشتري لانش بيجي هنا؟ يجي هنا طبعا. كل ده المراكب الصغيره دي برضه انقاذ غرق. كل دي بتترمى من فوق المراكب الكبيره وكده. ودلوقتي هناخد فكرة عن الأسعار. اللي واقف هناك دوت ممكن ياخد مثلا 3 مليون جنيه 2 مليون جنيه. هو المشكله ان الحاجات دي رفعت الرفعات دي كده بسبب الغلو. مش خشب، انواع معينه من الخشب. خشب بيشتغل ارو وخشب شجر. بياخد خشب وبياخد سباكه وبياخد كهرباء وبياخد نقاشه، بياخد تجهيز جوه بقى، بياخد تجهيز جوه غرفه نوم وغرفه سفره. فاهماني؟ يعني سيبك من الجسم ذات نفسه قبل ما بيتكون بيصرف بعدين كله سبورتات وكله الكهرباء بتاعته غير اي كهرباء. الكهرباء بتاعته بتبقى مجلفنه عشان دي حاجات بتنزل الميه والشغل دوت. فاهماني؟ فبيبقى شغلها اعلى شويه. طب والمراكب بقى الصغيره بتاعت الصيد دي مثلا، هو مركب اللي هو السمبل خالص الصغير. مراكب الصيد دي يعني مثلا ممكن مركب يعمل مثلا 35,000 جنيه 40,000 جنيه على حسب بقى وانت طالعه. فاهماني؟ بترجع برضو للمكنه الونش اللي بتمشيه نوعها ايه، كام حصان. في اللي هو المقداف. في ابو مقدافات. ابو مقداف ده عامل كام؟ دي اسمها فلوكه صغيره. الفلوكه الفلوكه دي تعملها مثلا بتاع 10 15,000 جنيه. تمام. ونوع بتستخدمه ارو وميزان وشغل. المقدافات اللي هي واقفه هناك دي ممكن نركب لها مطلع. بتعملوا لها ريسايكل؟ دي بتبقى طالعه عمرات. الحاجات اللي بتبقى طالعه الحاجات دي بتبقى طالعه يعني بص دوت السبت اتعمل. ده لسه طبعا بتاع المعلم اللي هو بيعمل المراكب دي فايه سايز كده ايه بيعملوها على يعني ده تصميمه من انضف المراكب هنا على الشط. ده اشمعنى؟ احنا الحمد لله العالم كله يعرفنا. احنا ليبيا تنزل تعمل عندنا هنا، تونس، اليمن، الجزائر، 3/4 المراكب هنا اللي بتطلع بره شغل كله بيبقى احنا اللي عاملينه نجاره. الناس دي بتيجي تشتري من عندنا هنا، تيجي تدفع عربون تشوف الحاجه بتاعتها وبتتعامل على الارض الواقع زي ما انت شايفه كده لحد ما بيستلمها وتنزل المايه كمان تاخد تجربه. يعني احنا كان من قيمه شهرين بالظبط هنا المعلم برضو طارق كان بينزل لانش حلو كده ولا كبير قوي ولا صغير بتاع 12 متر. برضو يعني حاجه تحفه فنيه. جميل. لا بصراحه شغل ممتاز. برضو كان في عمالقه زمان من الناس اللي هي كانت بتعمل مراكب صح. قبل انا ما اتولد كمان، يعني مش بقول لك انا شفت، لا انا اتولدت سمعت. احنا طول عمرنا هنا الانفوشه دي بتطلع اجيال في المراكب بالذات. فالحمد لله يعني. وبعدين صناعه بتتميز بيها اسكندريه. طبعا هي الصناعه يعتبر من الصناعات الاساسيه، وسيبك من ان هي صناعه اساسيه، هي حاجه برضه اساسيه معانا لان احنا بنحتاجها كصيد وبنحتاجها يعني هي كده هي حرفتنا. يعني هي حرفتنا من الاساس لان هي كانت مبدا لقمه عيش الناس. بتعملوا ايه في ايام النوات والشتاء؟ في ايام النوات الحمد لله البحر بيتقفل وبنضطر طبعا لما بيجي لنا امر من البحريه ان احنا نفتح وننزل وكده. يعني هو النهارده كده المفروض ان البحر بالليل هيتقفل. ان هو النهارده كده في نوه. بالظبط. البحر كده بيبدا من هنا بالليل في نوه هتشتغل. كده قبل الاخبار ما بتقول عنها احنا بنبقى عارفين كده. يعني هم قالوا ان هي النهارده بس امتى؟ هم قالوا النهارده بس امتى ما يعرفوش، لا احنا عارفين. البحر كده بيقول ان النوه قدامها بتاع 3-4 ساعات وهتبدا تعلى. صح. فاهماني؟ لان امبارح كان الجو عدم، كان البحر ده زي حصيره نوه. فاهماني؟ فطالما البحر بدا يقلب نفسه كده يبقى فيه هيجي هوا. ده كده نوه هوا. لو نوت شتاء بيبدا يحصل غيام، البحر يسكن، يبدا بقى الدنيا تمطر. انما البحر طالما في شمس طالعه والبحر عامل خليج كده في نوة هوا. بتشتغلوا ازاي بقى في وقت المطره والشتاء وقت النوة دي مفيش شغل. غير لو انت عندك شغل داخلي جوه المركب. وشغلكم بيبقى اكتر في الشتاء ولا في الصيف؟ لا هو شغلنا في الصيف طبعا. في الصيف اكتر. بس طبعا بالنسبه للمراكب الكبيره ممكن زي دي ممكن تقعد سنتين تتعمل. سنتين؟ طبعا. غير بقى لو انت مثلا فلوسها كلها حاضره وقتي وعايزاها في خلال مثلا 6 شهور سنه. بيبدا ان انا هشتغل عليها خلاص لحد اخلصها. انما طبعا مركب زي دي مثلا بتعمل ب 20 مليون جنيه او 25 مليون. لكن انتوا بتعملوا الشغل على حسب الطلب.
يعني في زبون بتعملوا بيخش عايز مركبه في وقت معين وفلوسه حاضره، تمام. وفي زبون بيخش بيدفع بقى اللي هو دفعات ومركبه شغال واحده واحده. لكن انتوا ما بتعملوش حاجه وتسيبوها، لازم يكون ليها زبونها. بص، ده مش معرض. الكلام دوت انت لو بتتكلمي على حاجه بتحطيها تحطها في معرض، انت هنا في عرض الجو وعلى البحر. صح. الحاجه بتتعمل عشان تخلص وصاحبها ياخدها ويمشي. صح. لان الحاجه دي لما بتقعد اكتر من وقتها تبوظ وهي لسه ما نزلتش المايه. صح. فاهم قصدي؟ فيعني قصص، لان ده خشب بيتعامل مع الجو. اكيد طبعا. بيتعامل مع الرطوبه وبيتعامل مع خشب ودهانات. الخشب لما بياخد رطوبه وبياخد ميه يبدا يقشر. خلاص يبدا يفلق من بعضه. بصي يعني ده كده رطوبه وميه، تبدا انت تشيل القشر اللي على الوش عشان تشتغل من القلب من جوه. فالخشب بالذات بيتعامل مع الجو. تمام. الموبيليا وقت ما بيكون الجو مريح في دهانات المراكب. يعني انا اصلا بشتغل كده وكده، يعني دي غرف نوم، غرف اطفال، انتيكات، تحف برضه، يعني دي شغلتي بره عن الكلام ده. يعني احنا لما بيكون الجو كده او كده بنبدا نشغل نفسنا في حاجه ثانيه. تمام. فدي دهانات، دي برضه بندهنها نفس الدهانات هنا، بس هنا فرق ان هنا بيبقى الزيت مش بيتعامل مع الميه. ايوه. عمل وهي لسه لكن دي لسه بتتبنى، بس دي عشان تجاري اللي هي بتشيل حاولات وبتوفر دي حديد. بتتعمل حديد الاول، بعد كده طبقه خشب، بعد كده طبقه خشب. ولو عايزين تعرفوا ايه احلى ميعاد تروحوا فيه المكان ده، تيجي المكان ده وتشوفيه من بعد العصر بساعه كده في الوقت الغروب. امبارح واول امبارح القمر كان قاعد عندي هنا على الميه بجد والله، منور بسم الله ما شاء الله. كانت الميه دي منوره، الارضيه تحس ان الارضيه سقفيه الميه كلها منوره. وزي ما شفنا مع بعض الاجواء الجميله للمكان هنا، اجواء مختلفه، بحر ورمله وهوا ومركب وشمس وسماء، مفيش احسن من كده. بتحسها لما بتيجي المكان هنا، بتحسه مختلف عن اي مكان تاني، لان كل مكان بيكون ليه سحر مختلف. عرفنا في نهاية الفيديو عن انواع المراكب وطرق تصنيعها، وكمان عرفنا اشهر المسلسلات والافلام اللي بيختاروا المكان هنا وبيعملوها. لو حابين تشوفوا فيديوهات اكتر ما تنسوش الاشتراك، واهم حاجة تفعلوا الجرس علشان توصلكوا كل الفيديوهات اول باول. تقدروا تتابعوني على بيج الفيسبوك والانستجرام بنفس اسم القناة يجو تورينا، وما تنسوش تكتبوا رأيكم في الفيديو. لو عندكم اي اسئلة او اقتراحات بحب اقراها وارد عليكم. وانتظروا ان شاء الله فيديوهات تانية كتيرة عن اماكن كتيرة في مصر. شكرا لمتابعتكم.